نبي من نجمة عالية از الكوباني مال جندم عندهم مال جنم عم دبنان انه الفير ملاتي عرب عم بي نظام بحث شو نظام بحث برز المزور خبر سر ملات هبو سر كرداجي هبو سر ملاتي عرب جي هبو يعني تشتك بدست مونترمنا عرب وانا كردان يعني كحد دولات عرب وجي ملات زل مزور دست دي وقت قربون قام يعني مرسل حرية خزن منو خزن و رژیم تغلب به انو و نظام تغلب به رابو کو تغلب جیبو به خاطر دیسا هیچ بره ودا ترچه بو هیچ بره خراب تر بو به خاطر کینه يعني داعشن يعني نه اون نهاد بي ام حرن اما ام كي سوري حرر بكنا ام حرية خزن و گيل في داره تنيه لفي داره دیسا داعش ما يبره کو وقت دست بيكر ام لباجار مم جيبون رابون هجوم مم جيكرن مش تفهف جي تفهف راكرن تشتك نيشتن كردك نيشتن مالي كردك جي تفهف طالان كرن جي ويران كرن جيش خرب برن يعني حتى السر عرب بو هالسر عرب ويران بون بو دزين بو اللي قشتن بو حتى هو قشتن هي درفاندن هي من مالي ملات ويران ده كان تشتي ملات ويران كان حين هو جلور هي بيشتي ممجر ربون باري خدانا على ويدان الساحل الملاتي الساحل ربون ملاتي الساحل كون كجي شكرن ولا زورو كيشتن ولا كولشتن ولا بيرشتن ولا جنهشتن تفهب ويران كرن شارجي كرن تشيبو كون كجي تشيبو طالوني تشيبو تشتكي وان سر هب نيشتن لفيدر الزلم زورا كبرتشاتن لساروان كرن وانا على اساس كدولاتك تشيكن آرامی چیکن سلامتی چیکن وانا على اساس کدوکات نرو عرضه و تشتو چیبو این معناه کو ظلم زوري وانی سر عالمه بکن سر دنیای بکن بعد كوديل سر أبي كرن سر علويات شيبول سر ساحل شيبو في خاطر بقريو جام دروزيان بقريو جام دروزيان في درجة سكون كوجي شيبون كشتن رواندن طالون بون حرتش سروان شيبو في درجة واني الوقت أول سروان شيبو عين عالم دنيا تشكيك يعني ما كردان برخدان ما قلت شرفات تشتات شيد به ما قلت شرفات تشتول سر ملتي أقلية شيد به يعني واقلينا حقيقون حقوقيون في دولتي سوريا ده هي ما فناش كردنا فنانا شعبك سوريا ما فنا دست بيك جبوف كولا داش تاريخ هذا يعني ديرو كده فانا دفردانه فانا تباجر دولتي سوريا دانا فاناش در فاناتنا ظلم سور دي سال سروان تشيبو رابو چو گوتن هجوم دكن داعش داره مكون كجا شت كان ملت شارج كان چت بي عشوري چونه چتو دولت هبه عشوري هرن هجوم كان ملت شارجي كان والكي داره بي والكي جون دولتي چيبيا ام نزانن نه غير رئيس چيبو وزير چيبون فلان چيبو طيب وكم كجنا چت بي ما دولت نکنه وام مسكينه دبي ولا عشوري چونه جيب خاتشون عسكري خطوب كرن داعش خطوب كرن تفافچون هجوم عالمي كرن شارجي كرن طالان بون دهوني درخستن زاري دبي زاري نا دبي كولن دبي بيرن دبي مازن دبي جوكن دونين بلكي بينس جنازه العرضه وكون جيجا تشي كرنا ولا اي داري اي جي اي دولتي قبول دبي واتشتو وراد مرض نبي ام كبير خب كردان طيب كرداب كي تشكريه دبي ام كبير خا بباكري شرق سوريا دانا معناه قدرزي خلاص كرن يعني دبين حرو وقوتنا أو حروية لسر نيت بلاد كان سر تشتو بلاد كان حروية يومية دبي كنا ما درزي على درخست هولي كي ما خدوا دورا كرداته كردابا كي تشكريه كردانا طولاني كر كردانا كسكوشت كردانا نا كس ويران كر كرداتون سلامتی خازن آرامی خازن سوری گیرا تواهیرات خازن براتی گراد خازن دبی امگی برای هفن ام چه خاص زمان لغته امگی برای هفن امگی به هفرا ورقصول ما به هفرا در بسکر ما چرا نه به هفرا در بسکر نه على اساس ام حريه خازنه الفي داري يعني وقتي مكونه قبول نوكن زمانه قبول نوكن كاسي قبول نوكن مكونه اقلي قبول نوكن كل في داري تشيبه معناه كاسي دو نومني نا دروزيد مني انا علوي مني انا كرد مني ام بين نا تشركاز مني انا تركمانت مني نا مسيحيتي ارموليتي معناه جيتي دو نومني يعني بلكي ده مكونتي هنا وقتي كفو مكونه قبول نوكن معناه بزمانه عربي ثاني خازن تنظيمك تاني زمانك تاني حكمك تاني الفيدريت خاصر فيدري في حكم تاني قبول دكر ورجو جنوبه ام جين هو باند كان ام جي براتي خازن ام جي بري هفن ام جبوف کولا داش تاریخ یادش دیرو که ام جی بري هفون ام گیجید باجاری سوری دا مگی هفر جانک در باست کرد طيب من هو چرا در باست نابه نه ام بي و باخچا کو شکلک گلتی هبه شکلک چیچکتی هبه نخوشه کو در کوی باخچان کو نه هر چیچکتی هست قاس خوشه قاس رنگی کی خوش دده رنگی کی وانی برح دده ام وید خازنه نه ام بل مم جيبون چرا وقت هوال کتنا باجان مم جي
آرامی جی چه بو سلامتی جی چه بو ترکمانش تی هبو عرب جی تی هبو کرد جی تی هیا چرکش جی تی براتی گلا بو چقاس خوش بو يعني أنا روك زلمك نزورك تشتك نوتا سركسي يعني حرياكك وكتبيد حسي راست حرياكك باجاني ممجد ماشي والفرجي أم بانكو خد كنا مرسل هفولي ميجن ولا الفر البا ما كردابه ولا البا دروزيابه ولا البا علويابه ولا البا ملتي مي عربه براي مي عربن ام بانجيت كنا هفالي خويجن كو ام في تشتي بالكي كانبن بساكنين الفي داريل سرجنيه تشتيد من سرجنيه كون كوجي شيد به اغتصاب شيد به رفت شيد به كشتن سرجنيه شيد به ام بانكو خاطر كنا حمي جنيه سوري وامجي بشتغري وان دكن ان شاء الله ما سوريا كخوش ارامي سلامتي ام تشيكن. انا اسمي دكتوره افين خليل، بشتغل بمستوصف مشتى النور بكوباني. مثل ما بتعرفوا انه سوريا عم بتعيش حالة حرب تقريبا من 13 سنة او اكثر، خضعت لحروب كثيرة من قبل تنظيم الداعش، من قبل الاحتلال التركي. وخلال هاي الحرب كانت في فئات مستهدفة، مع ان القانون الدولي بتحذر انه هاي الفئات يستهدف منهم الطاقم الطبي والصحفيين. مثل ما بتعرفوا انه بالنسبه للقانون الدولي هدول يعتبر خط احمر، انه ما لازم ينعرضوا للقتل او القصف او الاستغلال الطائفي كمان فينا نقول، لانه الطاقم الطبي يعني مثل ما بتعرفوا اذا العدو كان منصاب قدامه يعني في حالة نزيف وبده يموت، فلازم هذا الطاقم الطبي يقوم بواجبه بتقديم الرعاية الصحية الأولية لهذا المريض. نحن بنعتبر العدو بهاي اللحظة هو مريض مو عدو يعني، وبعدين هو يسلم بعد ما يتلقى الرعاية الصحية الأولية، بعدين هو يسلم للجهة المختصة اللي لازم يحاسبوه على الأفعال اللي عم بيساووا. بالفترة الأخيرة نحن شفنا أنه في أحداث عم بتصير بالسويداء، أحداث مبنية على التفرقة الطائفية والدينية. يعني في طائفة اسمها طائفة الدرزية هناك عم يستهدف من قبل جماعات يعني غير معروف المصدر من وين. المهم في شيء اسمه التمييز الطائفي والديني. هاي الشغلة يعني محز، لازم ما يصير يعني ضمن بلد عم بيعيش فيها طوائف كتيرة سواء دينية أو سياسية، مثل الأكراد، الطائفة الدرزية، العلوية، الإسماعيليين، المرشدين، الدروز. يعني لازم يكون في تعايش سلمي بين هاي، بالفترة اللي لازم يكون فيها تعايش سلمي بين هاي الطوائف. بس نحن عم نشوف انه عم بيصير فتنة من قبل كتير جماعات تانية، فتنة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. بطرق كتير عم بتصير هاي الفتنة، وعم بتخلي الأهل شعب واحد يتقاتلوا بين بعضهم. ما عم يكتفوا بهاي الشغلة، عم يتعرضوا للطاقم الطبي، عم يتعرضوا للصحفيين. من فترة شفنا أنه بمشفى بسويداء تعرض الطاقم الطبي كاملة مع المرضى والمصابين الجرحى اللي كانوا موجودين فيها، تعرضوا بشكل كامل للاعتداء بشكل بشع. فينا نسميها مجزرة، فينا نقول عنها أنه مجزرة. تعرضوا للقصف العشوائي، للقتل العمدي. يعني هاي كمان في يعني القانون الدولي معروف انه بيندد بهاي الشغله، وهو الشيء انه ما لازم يصير. بس نحن عم نشوفها بحرب سوريا بكثره، مو بس بسويداء، شفناها قبل بالعدوان اللي صار ضد الاكراد بسد تشرين، شفناها بمجزرة الساحل، شفناها بكتير اماكن بسوريا.
بالنهاية نحن كطاقم طبي في مدينة كوباني مستعدين لتقديم المساعدة لجميع أخواتنا من درزيين، علويين، سنيين، شيعيين، أكراد، من دون أي تمييز. مستعدين لتقديم المساعدة من الناحية الطبية، من الناحية المادية، من الناحية المعنوية. ومثل ما بتعرفوا شمال شرق سوريا بدأت بتقديم المساعدات، بدأت بالمساعدات الطبية أولا، لأنه هناك حاجة للدعم الطبي.